بالتحديد اليوم راح نركزوا على قضية الطائرة اللي دارت دومي تور. طائرة أمريكية يا خويا لما وصلت الأجواء تاع القوة الضاربة، شنقريحة قال لهم والله ما تفوت، قال لهم حنا شوكر لافريك. من 2012 المقاتلات الفرنسية تفوت، بصح كي جات الأمريكية نحبسوها خويا. راح نشوفوا حقيقة القصة هذه إن صحت أو لا، وش ردوا الأمريكان. تشوف نروحوا لواحد القضية، نشوفوا برك وش كانت تقول الصفحات. دركا كي نروحوا للقضية تاع الولايات المتحدة الأمريكية وما أدراك، تسمى هادو ما فراوهاش مع حادثة التسلل. شوف وين رايحين. ليك الموسيقى يا خويا. سكتوا الموسيقى فيسبوك. سي هادي نورمال بلاش. غالي الثمانين. راكم تشوفوا في الرسم البيانية يا خويا. عندها 4 أيام أنا فمي تقفل. يعني كنت نضحك ونقول له نظام لا وزن لا هيبة لا مواقف ومنا من الهيه. يا ولدي نشوف فيهم وينوض لك من هي. قال لك القوة الضاربة الجزائر الجديدة بقيادة شنقريحة وتبون وعلي بن علي وزبار مهنا والصقور تاع المخابرات أجبرت طائرة أمريكية أنها تدير دوميتور. رجعت من حيث أتت. قال لهم شنقريحة وقال لك هذيك الطائرة الأمريكية كانت محملة بأسلحة موجهة لإسرائيل باش يضربوا الغزاويين هذوك مساكن. أنا قلت سي بون كيفاش هذا لافروف قال عليهم لا وزن لا هيبة لا مواقف، وأنا سكت قفلت فمي قلت خلاص صاحبي كش ما بقى. قوة الضاربة راهي ترجع في الطائرات الأمريكية يديروا دومي تور، يديروا رون بوان. أم يحبوا أنصار النظام وهذوك جماعة عمهم تبون والجزائر السطنيين يحبوا حكاية الرون بوان ومفترق الطرق وطائرات فرنسية دارت رون بوان على الدولة اللي هاك باش راح تقصفت مالي. ما على بالهمش باللي قبل ما يوصلوا لمالي لازم يفوتوا على موريتانيا قبل. ما على بالهمش أصلا باللي المملكة المغربية ما عندهاش حدود مع مالي. المهم ما يهمناش احنا، المهم قوة ضاربة وخلاص. باش الله أعلم. دونك قال لك اخويا الطائره الامريكيه دارت رومبوان، قال لهم شنقريحه ما تقصفوناش هذوك تاع غزه، ما تبعتوش الاسلحه لاسرائيل. الاسطول الخامس افريكوم اهم عضو في حلف الناتو سكتناه خويا، قفلنا لهم فمهم. كش ما بقى، كش ما يبقى واحد يقدر يهضر درك، كش ما يبقى واحد يشرك فمه وتشرك الفم من بعيد انتهى. بصح راكم تعرفوا الإشكالية مع القوة الضاربة أنك تسمع أخبار كما هذه راكم دائما تسناو في رجع الصدى، تسناو في النهاية تاع الفيلم. على بالكم باللي دائما هذه البداية برك لما تبدا الخزعبلات وقوة ضاربة وأحبطنا وقهرنا العالم وحنا شوكر وزلطوا التفرعين. راكم شفتوا مع اسبانيا كيفاش صرات. قال لك تبون حكومة سانشيز تروح ويبدلوا موقفهم من قضية الصحراء باش نردوا السفير. سنتين من بعد واش تبون؟ اصبر. اسبانيا تعيش وردوا لنا السفير. اسبانيا خلاتهم يستناو شهرين. لا حكومة سانشيز راحت لا موقف اسبانيا تغير. ما عليناش اخويا ما عليناش. الولايات المتحدة الامريكية درك هذه تبقى تتفرج. القوة الضاربة راهي تقصف. واش بيهم خافوا من القوة الضاربة؟ انت تقول يخرجوا لنا انطوني بلينكين يرد علينا. ديما نطلعوا شويه النيفو. انا كنت نستنى في بلينكين يرد، يبعثوا واحد الوجه الملائكي هكا. اخويا هادو الامريكان شحال هادي على بالك شنقريحه لو كان يوقف قدامها ما يقدرش يوقف قدامها اصلا. يشوف امريكيه يتبان برك وجه ملائكي بصح محاينه كبار. هذه اليزابيث ستيكني. شكون هي اليزابيث ستيكني؟ اليزابيث ستيكني ناطقه باسم الخارجيه الامريكيه باللغه العربيه. راكم تسناو في الفيلم وين واصل، وعلى بالي الناس وعلى بالهم بالنهايه برك ما على بالهمش بالتفاصيل برك، بصح على بالهم ابيبري وين رايحه الحكايه. دونك اليزابيث ستيكني هذه الشابه الجميله ربي يحفظها على كل حال اللي وراها العالم الامريكي، قال ردت عليهم في قضيه الطائره. قالت لك واشنطن
وهذه موجودة في لندن، هي ناطقة باسم الخارجية الأمريكية باللغة العربية، دي ماشي ناطقة رسمية أنت تقول هذه هي اللي ناطقة باسم الخارجية، هذه إحدى الناطقين الرسميين باسم الخارجية الأمريكية، وهذه راهي لتحت خلاص في ليشان، هذه موظفة برك مسكينة ماهيش حاجة. واشنطن تنفي إغلاق الجزائر أجواءها أمام طائرة عسكرية. شوف، أنا كي نفاو قلت معليش نورمال، نفاو خبر كاذب ماشي مشكل. كان من المفروض أن الجيش الجزائري هو اللي ينفي في يوم خروج الإشاعات هذه، لأن هذه الإشاعات تسيء للجزائر وصورتها أمام العالم. ما علينا، الخارجية الأمريكية نفت. أنت تقول القضية راح تحبس هنا كما نهار مالي. نهار مالي استدعوا السفير وبخوه، بهدلوه، مسحوا به الأرض. أنت تقول مالي تحبس؟ استناو حتى الجزائر اعتذرت واستدعت السفير المالي في الجزائر واعتذرت منه. ومن بعد واش دارت لهم مالي؟ سحبت السفير تاعها صفعه ورا صفعه. تاني هذه اليزابيث ستيكني ما رحمتناش يا خويا. او تقول تحبس هنا، شوف واش زادت عليها، دايما يزيدوا عليها هادو المتآمرين. ناطقة باسم الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط، تصاريح التحليق مستمرة كالمعتاد. ماشي قالت لهم برك نحن ننفي إغلاق الجزائر أجواءها من طائرة عسكرية، قالت لهم تصاريح التحليق مستمرة وكما نحبو حنا. ومازال درك نجيو للتفاصيل. مي قلت لكم ما يحبوش دائما مع لأنه نظام دوك النظام الجزائري في الأوساط الدبلوماسية صار معروف باسم نظام لا وزن لا هيبة لا مواقف. وعلى فكرة البعض كي قلت انه الطائرات الامريكيه راهي تمر وراح تمر ومازال تزيد تمر، كاين اللي قال لك وهذه الطائرات الامريكيه تجي دير رومبوان وتفوت على شمال افريقيا، واش الحكايه؟ اي ناطقه باسم الخارجيه الامريكيه نفسها تقول لك بانه تصاريح التحليق مستمره كالمعتاد، لانه اصلا تعرفوا الافريكوم عنده طائرات تتوجه الى دول الساحل، تتوجه الى بلدان افريقيه اخرى تمر عبر شمال افريقيا، وحتى في بعض الاحيان الناقلات الكبيره هذيك في بعض الاحيان تمر على شمال افريقيا، يا اما تتوقف في المملكه المغربيه يا اما تتوقف في الجزائر من اجل التموين والتزويد بما تحتاج، وعلى الاغلب في الجزائر في الجنوب الجزائري. والامر الامر هو انا بالنسبه لي طبيعي، او ماشي درك تسمى انت عندك التزامات، كل بلدان العالم عندها التزامات بفتح اجوائها امام طائرات، خصوصا لما نقولوا الولايات المتحده الامريكيه كيفاش انت بتفتح اجواءك؟ شكون انت اصلا؟ رانا نحكيو الولايات المتحده الامريكيه. بصح النظام الجزائري عجبته نهار الحكايه، قال لك درك تفوت وندغدغوا المشاعر تاع انصار النظام. دوك نروحوا للتفاصيل. واش قالت اليزابيث ستيكني على القصه؟ قالت نفت مسؤولة أمريكية اليوم الثلاثاء صحة تقرير أفاد بأن الجزائر أغلقت مجالها الجوي أمام طائرة عسكرية أمريكية كانت آتية من قاعدة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي بالأراضي الإسبانية ومتوجهة إلى إسرائيل. وجاء النفي تعقيبا على تقرير نشره موقع مهم من دون توضيح متى تم ذلك، وأشار الموقع إلى أن الطائرة تستعمل للنقل الاستراتيجي السريع لقوات لتنفيذ مهام النقل التكتيكي المهم. هذا الخبر الكاذب اللي كذبوه. وأكد، لا هذه تأكد ماشي اللي تهمنا. لكن المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية إليزابيث ستيكني دائما قالت في تصريحات للشرق الأوسط إن تقارير أخيرة حول مسار رحلة جوية رحلة طائرة عسكرية أمريكية احتوت على العديد من المعلومات غير الدقيقة. وحكات القصة تاع الطائرة، يعني كيف أنه هذه الطائرة لأسباب لوجستية عودت رجعت إلى إسبانيا. وتبعت ظهرت تقارير تحتوي على صور مزيفة لمسار الرحلة على بعض المواقع، الصور اللي كنت نوري لكم فيها تاع النظام الجزائري وأنصاره، بما في ذلك بعض المواقع التي تنتحل صفة وكالة أنباء أمريكية، وكالات أنباء أمريكية. تسمى الولايات المتحدة الأمريكية قاعدين يتبعوا، لقاو باللي في واحد البلاصة اسمها الجلفة داروا مواقع وداروا بيانات باسم CNN CBC فوكس نيوز، قنوات إعلامية باسم الخارجية الأمريكية.
حاروا. الولايات المتحدة الأمريكية أصلا ألجيريا يقول لك نيجيريا، ودركا زادوا سمعوا بالجلفة وتنشر معلومات كاذبة. أكدت إليزابيث هذه تقصف ولا تبالي على بالك، وأكدت أن الحكومتين الجزائرية والأمريكية تواصلان التنسيق في مجالات التعاون الروتينية. أصبر. وتستمر تصاريح التحليق كالمعتاد. تستمر تصاريح التحليق كالمعتاد، لا وزن لا هيبة لا مواقف. تصاريح التحليق كالمعتاد، يعني نروحوا لإسرائيل، نروحوا لإفريقيا الوسطى، نروحوا للنيجر، نروحوا لمالي، نفوتوا كما نريد، وتصاريح التحليق مستمرة كالمعتاد، لا وزن لا هيبة لا مواقف. بكل بساطة علاش تدير الفضايح لروحك؟ علاش تخلي حتى ترد عليك وإليزابيث ستيكني على بالك تقصف وجهها ملائكي صح، بصح تقصف ولا تبالي يا جدك. لو كان حبست في قضية قالته والخبر كاذب، لو كان الجيش الجزائري في يوم خروج وزارة الدفاع هذيك تاع الجنرالات ومجلة الجيش أو صباح وعشية، فخر الصناعة العسكرية الجزائرية صنع التوك توك، تبون راهو كدا شنقريحة راهو راح يغرس شجرة في الجلفة مع تبون، اتفه الأمور يتكلموا فيها. بصح كي جات القضية حساسة كان لابد من تكذيبها في وقت خروج القضية باش ما نخليوش نفسنا عرضة لأنه تخرج هذه إليزابيث ستيكني وتمسح بينا الأرض على روتور ذهابا وإيابا، وتزيد تقول لهم تصاريح التحليق كالمعتاد. دونك كي نروحوا نبعثوا الأسلحة لحليفتهم إسرائيل يفوتوا على القوة الضاربة وتقفلوا فمكم، لا وزن لا هيبة لا مواقف، اقفل فمك واسكت. علاش توصل نفسك؟ علاش تسيئون لصورة الجزائر بالشكل المهين هذا؟